وسألني انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انا استغربت من رد فعله جدا. قلت له مش فاهم هزار ايه في اللي انا بقوله. رد عليا وقال لي الدور السادس ما فيهوش حد ساكن من 5 سنين، لان في شقة سكانها كلهم ماتوا في حادثة مرة واحدة، مخنوقين كلهم من الغاز. وفعلا كان عندهم ابن دايما بيلعب على السلم ويدوس على زراير الاسانسير، على اللي نازل واللي طالع. حضرتك اكيد سمعت الموضوع ده وبتهزر معايا ولا بتتكلم بجد؟ طبعا انا ما رديتش عليه واتصدمت ومشيت وانا مرعوب ومش فاهم حاجة. انا قلبي وقع في رجليا، وفعلا الواد شكله مش طبيعي وصوته مش طبيعي، حتى صوت امه اللي عمري ما شفتها وبتنده عليه برضه مش طبيعي. خفت. المهم تاني يوم نزلت الشغل بالاسانسير ما وقفش، قلت الحمد لله. لكن وانا راجع بعد المغرب الاسانسير وقف في السادس. رحت ماسك الباب من جوه بايدي والايد التانية ادوس على الدور ال11 عشان يطلع بسرعة، والاسانسير واقف مش عايز يتحرك.